لطيف. ممكن تشرح للناس، الستات اللي قاعدين في البيوت، الست اللي قاعده بتعمل المانيكير بتاعها وبتجهز العشاء الليلادي وكده، الست دي تقول لها هي ايه المحليات، ايه اهميتها، عشان بس ما نبقاش بنتكلم في حاجه كده الحقوا المحليات ومحدش فاهم يعني ايه محل، ايه الموضوع؟ طيب انا هقول لك من المفترض المحليات تكون ايه، اه وهقول لك هي تحولت لايه. من المفترض ان المحليات هي مجلس الشعب المصغر في اي مدينه او قريه. ده اللي المفروض بيتابع ايه اللي بيحصل في المحافظه دي، لو على مستوى المحافظه او القريه او المدينه، تشوف الميه والنور والمباني والمشاكل والى اخره. ام ده المفترض ان هو اللي بيدير البلاد فعليا. ده مهم جدا برضه. يعني امريكا مداره كده طبعا. امريكا هي امريكا في اي ولايه عضو محليات. ودون المحليات لا تدار دول. اللي حصل عندنا في مصر ان المحليات دي تحولت الى يعني الفساد للركب زي ما بيقولوا. دكتور زكريا عزمي قال كده في مجلس الشعب. كويس. انا بقى احنا هنزودها شويه، نقول ان هو وصل للودان. الودان خلاص وصل للودان. انتهينا واصبح ليس لهم دور سوى الفساد. قال الحزب الوطني امين، قال المحافظ تعظيم سلام، لا يسمح لمعارضه بالدخول فيها، فبالتالي فقدت دورها والناس تحولت. اصبحت الشكاوى النهارده ما حدش ياخد شكوى يروح بيها لواحد عضو مجلس محلي، لا هو عضو مجلس الشعب الوحيد اللي يقدر يحل، ابتداء من المجاري اللي ضاربه في منطقه معينه في المدينه او في الدايره. فده بيحط طبعا بيخلي عضو مجلس الشعب ده قاعد في المجلس ماسك كميه الورق وبيجري ورا الوزراء، امضي لي دي يعمل لي ده. اذا المحليات فقدت دورها، انما دي لو عادت بدورها الصحيح ومارسوا دورهم الصحيح. طب معلش في تكمله البرزنتيشن، ايه سر التهافت المذهل على ان انت تبقى عضو مجلس محلي؟ يعني لا التهافت المذهل من مين؟ الحزب الوطني. لا لسه ما قسمناش، بس في تهافت مذهل. طبعا بيضربوا بعض دلوقتي يعني كلكم بتترشحوا. لا مش كلنا، لا سيبك من كلنا دي، مفيش حد كلنا. المساله مش في كده، يعني كل الاحزاب داخله. الاحزاب طبعا احنا من المفترض ان نمارس السياسه كل الجميع. على فكره الحزب معناه ان احنا نفسنا نمسك الحكم كويس، ده حقنا. الحزب معناه ان احنا نفسنا نخش انتخابات حره نزيهه. مش معقول ابدا يا احمد، لا تتفق معايا طبعا ابدا باي حال من الاحوال ان في انتخابات محليات يفوز عضو مجلس محلي ب 35,000 صوت، بينما نفس هذه الدائره اللي فاز فيها ب 35,000 صوت تنجح عضو مجلس الشعب ب 6000. ده فين ده؟ عندي في بورسعيد يا سيدي، انا عندي في بورسعيد. عملت انتخابات دلوقتي ولا قبل كده؟ قبل كده احمد. احنا كنا بنخش الساعه 8 الصبح 8 ونص بنلف على اللجان. لا ده جايز في العهد القديم كانت الانتخابات بتتزور، دلوقتي ما بتتزورش. دلوقتي بتتعين. احنا في عهد جديد يا محمد، انت مش واخد بالك. دلوقتي بتتعين. كملي ليه الناس يعني ايه قيمه انك تبقى عضو مجلس محلي؟ ليه هذا الاقبال الشديد يعني؟ وخناق واحنا والناس، ليه الخناق يعني؟ هناك شرط اساسي في الترشيح لرئاسه الجمهوريه بيطالب بوجود عدد معين من اعضاء المجلس المحلي بيوافقوا على ترشيحات الشخصيه دي. بس ده المحافظه مش القريه ولا المدينه، يعني هو مجلس محلي المحافظه. مجلس محلي المحافظه. المجالس المحليه كلها مطلوب ان يكون مطلوب رقم. لا محافظه، يعني هو القانون بيقول مجلس محلي محافظه. أيوة. وليس لا قريه ولا مدينه، عشان بس يبقى لانه في فرق. مجلس محلي المحافظه طبعا ما في فرق كتير. مجلس محلي المحافظه هو الاعلى بالظبط. كويس. من المفترض ان يكون في عدد معين من الاعضاء يوافقوا على ترشيح هذا الشخص، بالاضافه الى اعضاء في مجلس الشعب، بالاضافه الى اعضاء في مجلس الشورى. فبالتالي اي حزب سياسي دي اصبح ليها هذا اي حزب سياسي بيخطط للمستقبل يجب ان يدفع بكميات من الناس الى هذه الانتخابات حتى يضمن وجود اعضاء ليه، يضمن له كرسي في انتخابات الرئاسه. طبعا، والا بعد كده يبقى مفيش انتخابات بقى، يبقى مفيش انتخابات رئاسه. هو ماهر حضرتك بتهزمك. لا ليه؟ مش مظبوط مش مظبوط ليه؟ لا ليه؟ لما يخلص محمد بيه. ايوه الكلام كلام قانوني. معلش التعديل الدستوري يعني الربط ما بين هذا وانتخابات الرئاسه ربط ليس في محله، لان الاحزاب لها ان تخوض لها ان ترشح للرئاسه وفقا للتعديل الدستوري، بس لازم ياخد لا الاحزاب لا تحتاج. الهيئه العليا الاحزاب لا تحتاج لهذه الارقام. الاحزاب مش محتاجه الرقم. احنا بنقول ليه الناس متهافته. انا بقول لحضرتك علشان احنا عندنا ما شاء الله مصر غنيه بالاحزاب. انا بقول مبدئيا مليئه بعدد الاحزاب، فللاحزاب ان تترشح للرئاسه. لا العليا بتاعتها معروفه. ولكن لا تحتاج لهذا العدد.
انما أيوة، لما إنما يجي الدور المستقل هو عليا اللي محتاج لهذا العدد. فخلينا بس نكمل الى بس حد الى أهمية- المستقل. خلينا نكمل حته اهميه الانتخابات كمل المحليه يا دي. فندم. ايوه كمل. كويس. أهميتها فاحنا لها اتفقنا مدلول آخر. ان في ده. نمره 2 هو التواجد على الساحه. انت خلاص ما عادش ينفع على الاطلاق يا عمرو، ما ينفعش ان حزب واحد يحكم مصر بهذا الشكل. مش معقول 53,000 مقعد محليات في موزعين على 26 محافظه، هيبقوا 27 محافظه، يبقوا كلهم حزب وطني. ازاي يعني؟ وازاي يكون دائما؟ وما عادش ينفع ان الحزب الوطني يقرر حصه يقول مش هطلع اكتر من 5% معارضه او 10% معارضه. المره دي وهو كده. لو المعارضه كلها كسبت هيبقى عنده 10%. ده لو المعارضه كلها كسبت. ده احنا لسه هنتكلم في اللي حصل وهنتكلم في اللي هيحصل، في الإجراءات وتقديم الورق والناس اللي مش والمشاكل اللي عارفه حصلت. تعمل ورقها، والناس اللي تروح تتضرب على الابواب وهي بتقدم. حصل حاجات كده، حصل ايه؟ منعوا ناس انها ترشح نفسها. يا استاذ الفاضل، انا عندي عضو مجلس الشعب صلاح الصايغ في الاسماعيليه بيقدم لمراته، كان هيتضرب هو وهي. يا راجل ما تقولش كده محمد. طب بلاش، مش هيتضرب. احتكوا بيه بشكل غير لائق، قالوا له عيب ما تقدمش، روح. وهو نائب وهو نائب مجلس الشعب. مين اللي قال له روح؟ والله بص، هو انت في الحالات اللي زي دي ما بتعرفش ده مين. نعم. انت بتلاقي بتاع 5000 واحد بس معروف اللجنه اللي رايحها يعني فيها مين في اللجنه ولا ده داخل يقدم ورق ترشيح في محليات. ايوه ايه الفكره؟ كويس. بيقولوا له ده امشي مفترض. ليه؟ الراجل معاه ورقه كام؟ اصل مش قادر اصدق حاجه زي دي يعني. مش قادر تصدق ايه؟ واحد راح يوم الخميس يقدم، قالوا له انت جيت متاخر. اخر يوم؟ لا مش خميس اخر يوم، ده خميس اول الخميس يوم. اللي فات. اول يوم جه متاخر. قالوا له انت جيت متاخر. قال لهم طيب بس هطلع اشوف فوق يعني الحكايه. راجل محترم جدا من بورسعيد برضه. بورسعيد. فاول ما طلع السلم لقى واحد بيقول له انت طلعت هنا ازاي؟ قال له انا طالع اقدم ورقي ارشح في المحافظه. قال له لا طب انزل تحت بس سياده الظابط عايزك. نزل سياده الظابط قال له اهلا اهلا يا فلان، عارفه؟ طب بس ممكن البطاقه. قال له طب ما انت عارفني عايز بطاقتي. قال له لا بس ثانيه واحده بس عشان البي جوه عايز البطاقه. اخده منه عشان البي جوه عايز البطاقه. اللي هو مين البيه؟ يا سيدي ما احنا لسه بقى ما بنسمع يا احمد، استنى يا اخي، حلوه الحكايه. البي جوه عايز البطاقه وبعدين ما خدتش بطاقه البي يا احمد. حلو، البي جوه عايز بس نعرف الحدوته ايه وحضرتك اهلا وسهلا. نرجع له بطاقه له اتفضل وكله تمام. بس هم النهارده مشيوا. قال له مشيوا ازاي؟ ده الباب يعني. قال له هم مشيوا. تعالى لنا بكره ان شاء الله بعد الصلاه. كان بكره يوم الجمعه. قال له بعد الصلاه؟ قال له ان شاء الله بكره بعد الصلاه احنا شغالين يعني. فالراجل اخذ بعضه وراح روح البيت وكلمني في التليفون قال لي في كذا كذا كذا. قلت له معلش روح لهم بعد الصلاه. راح لهم بعد الصلاه عشان نرجع الناس انت النائب بتاع بورسعيد كمان عشان تبقى عارفه. بالظبط كده. قال له هو في حد يجي يوم الجمعه؟ الجمعه قافلين. الناس مشيت. اه قال له يعني ايه مشيت؟ مش انت اللي قايل لي امبارح تعالى النهارده بعد على الصلاه؟ السبت. قال له لا طب ممكن تيجي بكره. فراح بكره من الساعه 8:30. قالوا انت جاي 8:30 الصبح، هو في حد بدري لسه لا الناس لا فطرت ولا بتاع. والله يا احمد زي ما بقول لك يا احمد، هذا الرجل قعد 4 ايام يحاول ممارسه حقه السياسي، يحاول ان يمارس حقه الدستوري في ان يقدم اوراقه للترشيح. الممارسه بقت صعبه اليومين دول في مصر خالص. ده انت كده لسه ما وصلتش لفوق. ما قلتلكش بقى اللي وصلوا فوق واتضربوا فوق. ما قلتلكش على 40-50 واحد موقفينهم طابور اكنهم بيقدموا اوراقهم عشان يجي هنسمع على كانه في صوره نشرت للكلام ده، واقفين على اللجان، واقفين على اماكن انت الطلبات.